انا امال ناصر ودي رحله 65 نصيحه لثانويه عامه عشان تبقى طالب جامعي، وده عاشر فيديو. كنت مكانكم السنه اللي فاتت ودلوقتي جايه اقول لكم حاجات هتفيدكم في فتره المراجعه. اول واهم حاجه بلاش تنام كتير، حاول تظبط نومك من دلوقتي بحيث ايام الامتحانات تكون متعود. اعرف ناس عن تجربه شخصيه بجد كانوا محصلين وكانوا شاطرين ومذاكرين بس مش نايمين كويس، بيروحوا الامتحان اكنهم ما عملوش حاجه، ضيعوا مجهود السنين كلها عشان ما كانوش نايمين كويس وما ركزوش في الامتحانات. بجد لازم تبدا تتعود تظبط نومك من دلوقتي، تصحى بدري وتنام بدري، عشان لما بتنام كويس مخك بياخد المعلومات ويرتبها ويبقى سهل تسترجعها بكل سهوله وما تحسش ان مخك متشتت. تاني حاجه ذاكر قليل وحل كتير، المراجعه للحل، انت بس حاله واحده اللي هتذاكر فيها. لو درس انت اصلا اوريدي ما خدتوش خالص، دي الحاله الوحيده بس اللي هتذاكر فيها الدرس. ولما تذاكر الدروس اللي كانت فايتاك او اللي ما كنتش فاهمها لازم برضو تحل عليها كتير، بالعكس حل عليها اكتر. غير كده المفروض حل كتير قوي، حل على قد ما تقدر، حل واغلط بس حل تاني. وحاول تبعد الفتره دي عن السوشيال ميديا ومالكش دعوه بالبوستات اللي هو كنت مكانك السنه اللي فاتت وجبت 50%، كنت بذاكر عربي طول السنه وجبت فيه 30 من 60. مالكش دعوه بالبوستات دي ومالكش دعوه بالحاجات السلبيه في الفتره دي بالذات. وعايزه اقول في الاخر حط قدامك تعبك وتعب اهلك، وطبيعي وعادي انك تتعب بس في الاخر هتحصد نتيجه تعبك. ما تنسوش تقولوا لي عايزين نصور ايه المره الجايه.